تاريخ 31 يناير سنة 2010 الحدث نهائي افريقيا ما بين منتخب مصر ومنتخب غانا. الدقيقة 84 و35 ثانية لما محمد ناجي جده يبص الكورة لمحمد زيدان يسنده جوه منطقة الجزاء، يخش جده ببطن رجله ويسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في المباراة، وتهتز كل شوارع وقهاوي وكافيهات وبيوت مصر بالهدف الغالي لمحمد ناجي جده اللي وقتها بصم على الثلاثية التاريخية لمنتخب مصر في افريقيا 6 8 10. ومش بس كده، دي كانت آخر بطولة منتخب مصر يقدر ياخدها من افريقيا. لو انت من جيل الالفينات زيي فانت اكيد كنت قاعد بتتفرج مع عيلتك او حتى مع ابوك على القهوه وشفت كميه الشماريخ اللي اتولعت، ولو كنت كمان من حاره شعبيه فانت شفت احتفالات محدش في زماننا ده حضرها خالص. وتعدي السنين وبعد 15 سنه ونص تحديدا يوم 5/9 سنه 2025 منتخب مصر هيبقى عنده ماتش قوي جدا وقتها قدام اثيوبيا في تصفيات كاس العالم. محتاجين نكسب الماتش ده عشان ناكد على فرصنا في صعودنا لكاس العالم 2026. انا عايز اقول لك ان انا بصور قبل الماتش بيومين والتذاكر نازله بقى لها يومين، ولحد دلوقتي اكتر من نص التذاكر لسه ما اتباعتش، وكمان اغلبيه الاراء اللي على السوشيال ميديا والشارع منتخب مصر ايه، انا عايز الاهلي، انا عايز الزمالك، منتخب مصر ده شطب والكلام ده كله. فايه هو السبب اللي خلانا ما بقناش مهتمين بمنتخب مصر، وايه السبب اللي خلانا الشغف بتاعنا يقل ناحيه منتخب مصر؟ لما سالت كذا حد من صحابي الناس اللي على طول بتروح تشجع الاهلي والزمالك وحتى منتخب مصر في الاستاد، وسالت ناس منكم على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى انستجرام، كل الناس اجمعت على 3 اسباب هم اكبر 3 اسباب خلونا ما بقناش نشجع منتخب مصر. اول سبب ان الجماهير حست ان اللعيبه ما بقتش تقدرهم، اللعيبه بقت كلها شلل مع بعض، ما بقتش بتقدر الجمهور، وكمان بقينا حاسين ان هم بيجوا يقضوا واجب وخلاص، هنلعب ماتشين مع المنتخب ولا يرجع ليفربول ولا يرجع الاهلي والزمالك، كل ده هيتنسي مع اول ماتش لفرقته. وتاني سبب موقع تذكرتي. احنا عارفين ان موقع تذكرتي ده اتعمل سنه 2019 في افريقيا 2019، وقتها كان محقق نجاحات كبيره لان كان حاجه جديده وحابين نجربها، بس مع الوقت الموضوع بقى معقد اكتر وبقت في ناس مش عارفه تسجل، وكمان بقى في اولويه الناس على ناس، مش زي الاول اي حد عايز يشجع بيروح يقطع التذكره من الاستاد ويخش الاستاد على طول. فده كان واحد من الاسباب. اما ثالث سبب وهو اكبر سبب واللي كل اجتمعوا عليه هي بطوله افريقيا نفسها سنه 2019 اللي اتلعبت هنا في مصر. فتعالى اخدك في رحله احكي لك ال3 اسباب بكل تفاصيلهم وليه ما بقناش نشجع منتخب مصر. بس قبل ما نبدا ما تنساش باللايك والشير والسبسكرايب في القناه عشان يوصلك جديدنا اول باول ان شاء الله. ولو وراك صلاه قوم صليها وصلي على النبي واعمل لك كوبايه شاي. تعالى نخش في الحلقه وهدخل لك في ثالث سبب على طول اللي هو كان بطوله افريقيا اللي كانت منظمه هنا في مصر، ان هو ده السبب اللي جر وراه كل المشاكل وخلانا ما بقناش نشجع منتخب مصر. بس قبل ما اخش لك في بطوله 2019 ونخش في تفاصيلها، تعالى نرجع بالزمن سنتين لورا، تحديدا في بطوله الجابون سنه 2017. البطوله اللي منتخب مصر اتاهل لها بعد معاناه 7 سنين في 3 نسخ مش عارف تصعد افريقيا. بطوله 2012 ما عرفتش تصعد، بطوله 2013 وبطوله 2015 وكاس عالم 2014 كمان، وكمان كنت بتخرج من تصفيات بفضايح اذا كان فتحت اثيوبيا قبل كده او فتحت ال6-1 قدام غانا. فالحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لبطوله افريقيا 2017. ومن الناس اللي من جيل الالفينات بقى اللي هم جيلي، دي كانت اول بطوله هنبقى بنتفرج عليها لمنتخب مصر واحنا واعيين وفاهمين وعارفين منتخب مصر وعارفين كل لاعب بيلعب فين، عكس البطولات الثانيه كنا لسه صغيرين مش فاهمين اي حاجه. فكنت عايز اتفرج على منتخب مصر، كنت بتفرج عليه مع جدي وابويا زمان واشوف القهوه وهي بتتكسر منتخب مصر بيجيب جون كله بينط يحضن بعض، وكانت الدنيا كلها بتشجع منتخب مصر. وقتها كنا داخلين البطوله دي واحنا مش متفائلين، بنقول يا رب نعدي دور المجموعات، لان حتى الانديه المصريه وقتها في افريقيا ما كانتش احسن حاجه. الزمالك كان لسه خسران نهائي دوري ابطال افريقيا 2016 قدام صن داونز، والاهلي بعديها خسر 2017 قدام فريق الوداد. فالانديه المصريه ما كانتش احسن حاجه في افريقيا خالص، ومنتخب مصر وقتها ما كانش اقوى سكواد. انت كان عندك اهم 3 لعيبه في منتخب مصر هم محمد صلاح اللي كان وقتها محترف في سي روما، محمد النني اللي كان دكه في نادي ارسنال، وكمان عبد الله السعيد كان احسن لاعب في مصر وافريقيا وقتها، وكان وقتها اللي بيدرب منتخب مصر طبعا كلنا فاكرينه هيكتور كوبر. ودخلنا البطوله وقتها وقلنا يا رب نعدي حتى دور المجموعات على الاقل، وفعلا لعبنا اول ماتش قدام مالي اتعادلنا 1-1. ومش بس التعادل كانت اسوأ حاجه، لا انت اتصاب لك كمان الحارس بتاعك الاساسي واحسن حارس في مصر وافريقيا وقتها احمد الشناوي، وبعديها كملت البطوله بالحارس اللي عنده 43 سنه عصام الحضري. لعبنا ثاني ماتش قدام غانا وكسبناه 1-0. للي فاكر الجون بتاع محمد صلاح اللي حطه بوش رجله من فاول، ده تقريبا الفاول الوحيد اللي محمد صلاح انا شفته له وجابه في حياته. وتخش ثالث ماتش قدام اوغندا تكسبهم بال1-0 برضه سجله محمد صلاح، وتحصل المفاجاه وتتصدر المجموعه بتاعتك كاول مجموعه على غانا ومالي واوغندا. ووقتها بدانا نطمع اكتر في البطوله، بس اتصدمنا ان احنا هنلاعب في دور ال8 منتخب المغرب. اول عايز اقول لك اللي بطوله افريقيا قبل 2019 كانت عباره عن 16 منتخب بس بياخدوا اول وثاني ودور 8 وقبل نهائي ونهائي بس. في بطوله 2019 زادت المنتخبات ل 23 وبقى بياخدوا احسن توالت عشان يكملوا ال 16 ويلعبوا دور 16. المهم نرجع تاني ل 2017 واحنا وقتها زي ما قلت لك هنلاعب منتخب المغرب. منتخب المغرب وقتها زي منتخب المغرب دلوقتي اقوى سكواد موجود في افريقيا واقوى لعيبه اللي بتلعب في اوروبا. وكمان طلعت احصائيه قبل الماتش اللي احنا ما كسبناش المغرب تقريبا لو انا فاكر صح 33 او 27 سنه، وقلنا الف وحمد شكر ليك يا رب احنا مبسوطين قوي اللي احنا وصلنا لدور ال8. ونسيت اقول لك ان في ماتش اوغندا اتصاب لك
الباك الشمالي الاساسي بتاعك محمد عبد الشافي، وقتها نزل مكانه كريم حافظ، الراجل اللي كان عنده وقتها 21 سنه وكان محترف في نادي لانس الفرنسي. ونخش على ماتش المغرب، وقررت انك تلعب باحمد فتحي باك شمال والمحمدي باك يمين، وتلعب بعصام الحضري في الجون، والدنيا ماشيه تمام، ونازل بتدافع بس وراكن الاتوبيس ويلعب لصلاح كالعاده، وماشي الماتش عادي لحد ما يتصاب مروان محسن المهاجم الاساسي بتاعك بقطع في الرباط الصليبي، فتقرر انك تطلع مروان محسن وتنزل محمود عبد المنعم كهربا. وتيجي الدقيقه 87 ركنيه لمنتخب مصر يرفعها عبد الله السعيد لخبطه في منطقه الجزاء، ياخد الكوره كهربا ويسجل الهدف الاول لمنتخب مصر. وانا كنت واحد قاعد بتفرج على القهوه، لقيت الكراسي بتطير والشاش بتتكسر والكوبايات بتتكسر. اول مره اجرب الاحساس ده في حياتي، ان انا في وسط ناس والناس بتحتفل بالطريقه الجنونيه دي، وتخلص المباراه ونكسب منتخب المغرب بنتيجه 1-0 ونوصل لقبل نهائي البطوله. المنتخب اللي كنا بنقول عليه يا رب نعدي المجموعات، لقينا نفسنا في قبل النهائي. بس هنلاعب مين؟ هنلاعب بوركينا فاسو. اللي فاكر بوركينا فاسو دي كان فيها 2 لعيبه بيلعبوا في الدوري المصري، محمد كوفي اللي كان بيلعب في المصري وكان بيلعب في الزمالك، وبانسي مهاجم النادي المصري، الراجل الطويل اللي كان عامل شعر ابيض المهاجم الفتاك. وقلنا ايه، يا رب نعدي الماتش ده على خير. ودخلنا الماتش بدعوات كل المصريين. محمد صلاح اتقدم لمنتخب مصر بالجون الاول، بعديها قدر بانسينا يسجل هدف التعادل، وتقريبا لو انا فاكر صح الماتش ده خلص 2-2 ودخلنا ضربات جزاء، وعصام الحضري وقتها يتالق ويشيل منتخب مصر على كتافه ويطير بينا لنهائي بطوله افريقيا 2017 عشان نلاعب منتخب الكاميرون. انت اول بطوله تشارك فيها من 7 سنين، فجاه كنا بنقول يا رب نعدي المجموعات، لقينا نفسنا في النهائي، والفرحه ما تتوصفش والكراسي اللي بتتكسر ما تتوصفش، والسحلب اللي انا خدته ما حسبتش عليه، يا رب تسامحني يا صاحب القهوه وقتها. فالدنيا كانت والعه، كل الجماهير ايد واحده ورا منتخب مصر. تخش ماتش الكاميرون وقتها، بس قبل الماتش عرفنا ان عصام الحضري كان مصاب ودرجه حرارته كانت فوق ال 40 واخد 4 حقن قبل الماتش، فقلنا ربنا يستر، بس ان شاء الله بدعوات المصريين هناخد البطوله. وتبتدي المباراه وتقدر تسجل هدف اول في الدقيقه تقريبا 28 عن طريق محمد النني، وقلنا بس هنرص الاتوبيس ونقفلها ومش عايزين اي حاجه ثانيه كده. منتخب الكاميرون لو فاكر وقتها كان بيلعب من غير اللعيبه المحترفين، كان كل ما يستدعي لاعب من المحترفين يقول له لا انا مش عايز اجي، انا عايز اكمل مع فرقتي. كان اشهرهم جويل ماتيب اللاعب اللي كان بيلعب في ليفربول وقتها. منتخب الكاميرون نزل الشوط الثاني، عمل شوط ثاني عالمي عليه، وقدر في بدايه الشوط الثاني تقريبا في الدقيقه 58 اللي هو يسجل الهدف الاول بعد غلطه من احمد حجازي المهاجم شمسه وشاط الكره في الجون، ويبقى هدف التعادل لمنتخب الكاميرون. قلنا هنرص الاتوبيس مفيش مشكله، قاعدين على اعصابنا، نوصل ضربات جزاء ويحلها الحلال وقتها. بس اللي يحصل في الدقيقه 88 فينسنت ابو بكار الراجل اللي احنا عارفينه كلنا من وقت الجون ده، واستلم كره وسط الاثنين مدافعين احمد حجازي وعلي جاب، ويحط واحده على الطاير ولا اروع في الجون، وتنزل الصدمه على كل اللي كان على القهاوي وكل اللي كانوا في البيوت بخساره منتخب مصر نهائي البطوله قدام الكاميرون. بس احنا برده كنا رافعين راسنا لفوق وفخورين بمنتخب مصر واللي قدمه في البطوله دي، وقلنا ان شاء الله منتخب مصر هيعوض لنا ونقدر نوصل كاس العالم. وفعلا ده اللي حصل، وصلنا كاس عالم 2018. وزي ما احنا فاكرين احنا وصلنا كاس عالم 2018 ازاي؟ لما كنا بنلعب الكونغو هنا في مصر، جبنا جول عن طريق عبد الله السعيد، بعد دقيقه دخل فينا التعادل بعد اللقطه الشهيره بتاعت مدحت شلبي اقفل يا حضري اقفل يا حضري، وبعدها في اخر الدقايق يقدر تسجيل ياخد ضربه جزاء لمنتخب مصر ويخش محمد صلاح. اسيب لك بقى الجون بصوت كابتن مدحت شلبي وصوت الجمهور، وتقول لي جسمك اشعر زي ما انا جسمي اشعر وانا بفتكر اللحظه دي ولا لا؟ محمد صلاح وابا الله 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 يا بلادنا الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لو جيت سالت اي بني ادم مصري، لما سالت صحاب الاهلاويه مثلا قلت له نهائي القرن بالنسبه لك كان احسن فرحه واحسن لحظه ولا لحظه وصول مصر كاس العالم؟ قال لي لحظه وصول مصر كاس العالم من غير تفكير. قال لي انا فرحت بنهائي القرن، بس لحظه كاس العالم دي كانت لحظه جديده علينا كمصريين ولحظه جديده عليا، فانا فرحت فرحه ما فرحتهاش في حياتي. وصاحب الزملكاوي قلت له نهائي السوبر قدام الاهلي ولا اللحظه دي؟ قال لي اللحظه دي من غير تفكير. فاحلى لحظات حياتنا عشناها مع منتخب مصر. ورحنا كاس العالم روسيا، وكانت في مجموعتنا اللي في الشهير طبعا نتعادل مع اوروجواي ونكسب روسيا، وكده ماتش السعوديه مضمون، واللي حصل خدنا على وشنا في ال3 ماتشات. انا فاكر الاول ماتش بتاع اوروجواي ده كان يوم 15/6/2018، كان اول يوم العيد الصغير تقريبا، وكمان كان عيد ميلاد محمد صلاح وقتها. محمد صلاح اللي ما كانش بيلعب معانا البطوله عشان راموس كان كاسر له كتفه. ويعدي الوقت وجه ميعاد افريقيا 2019 اللي انت قدرت انك تصعد لها من التصفيات. مش بس كده، كابتن هاني ابو ريده اللي راح خد التنظيم بتاعها من كوديفوار عشان ما كانتش عارفه تنظم، وخده كمان من المغرب، دخل معاه منافسه خده منها، وجاب لك البطوله على ارضك وسط جمهورك، وقال لك يا عم منتخب مصر مفيش سكواد احسن منك موجود دلوقتي. محمد صلاح مكسر الدنيا في ليفربول، عندك لعيبه محترفين، عندك تريزيجيه مكسر الدنيا في استون فيلا، عندك الاهلي مفاير، عندك الزمالك مفاير، مفيش احسن من كده يا عم منتخب مصر، خد البطوله. بس المشكله كابتن هاني ابو ريده عمل كل حاجه ونسي يجيب مدرب لمنتخب مصر وقتها اللي كان ماسك منتخب مصر خافير اجيري المكسيكي. نرجع بقى للسؤال اللي سالته لك في الاول، والسبب الثالث بطوله افريقيا 2019 اللي عملت انقسام ما بين منتخب مصر وجماهير الكره المصريه، وخلت الجماهير تبعد عن منتخب مصر. احنا قبل البطوله شفنا الاعلانات اللي اتعملت من
اورنج عمل اعلان لمنتخب مصر واللعيبه، كان اشهرهم اعلان بيبسي بتاع طارق حامد ودونجا والمحمدي وتريزيجيه تقريبا، والاعلان كان كويس جدا وكنا فرحانين بالمنتخب وكلنا كنا واثقين ان على الاقل هنوصل النهائي وعلى الاقل مش هنسيب البطوله دي لحد زي ما كان بيقولوا في الاعلان. واورنج عملوا اعلان حلو وكان الدنيا كانت والعه وكل الشوارع المصريه بتهتف باسم مصر وان شاء الله البطوله من نصيبنا. كل ده حلو بقى لحد ما جت شركه تذكرتي قالت لك انا اللي هنظم البطوله وكل التذاكر هتتباع من خلالي، وهو ده كان اول سبب في الخلاف. شركه تذكرتي وقتها حطت شروط معقده جدا عشان تعرف انك تسجل في الموقع. اول حاجه انك لازم يبقى معاك بطاقه، وعشان تستلم الفان اي دي لازم تروح تستلمه مش عارف من حاجه بعيده عنك، وكان حوار كبير جدا. اغلب الجماهير المصريه واللي من ضمنهم انا واصحابي اللي كنا ناويين احنا نتفرج على البطوله ما عرفناش ان احنا نروح، اللي كان في مننا اللي كان تحت 16 حتى اللي فوق 16 ما عرفش ان هو يسجل في الموقع، السيستم كان بيقع كل شويه. فكانت دي اول مشكله واجهت الجماهير المصريه وقتها، اللي هي مش عارفه تتفرج على الماتشات. والبطوله تكمل والمنتخب مصر يبدا البطوله باحسن بدايه، يكسب الثلاث ماتشات وما بين ال 23 منتخب. زي ما انا قلت لك دي كانت اول بطوله 23 منتخب، منتخب مصر الوحيد اللي خد الثلاث ماتشات بالعلامه الكامله. وكمان حصلت المفاجاه ان منتخب زي المغرب ودع من دور المجموعات، فهي يا عم منتخب مصر بتنادينا ان شاء الله. وكمان في دور ال 16 لقيت نفسك هتلاعب منتخب جنوب افريقيا، المنتخب الضعيف اللي كان اشهر واحد موجود في وقتها بيرسي تاو، فقلنا ان شاء الله هنعدي من جنوب افريقيا عادي جدا. بس قبل الماتش ب 24 ساعه تحصل الكارثه لما كلنا صحينا لقينا ان النت كله والسوشيال ميديا كلها متغرقه بصور عمرو ورده. وعمرو ورده عمل ايه؟ قال لك المعلم دخل يعاكس واحده والواحده دي فضحته، فحصلت المشكله في منتخب مصر. وقتها اسلم قرار اتاخد اللي خفير اجيري قرر ان هو يستبعد عمرو ورده من المنتخب خالص، وقرر ان هو ما يضموش، وهو ده كان احسن قرار بالنسبه للمنتخب. بس وقتها اتدخل احمد حجازي، دخل عبد الله السعيد، دخل محمد صلاح ورجعوا عمرو ورده المنتخب. ومش بس كده رجعوه يلعب اساسي كمان. فحصلت المشكله اللي قال لك ان اللعيبه وان محمد صلاح هو اللي بيحط التشكيله منتخب مصر وهو اللي مسيطر على منتخب مصر. والكارثه ما تخلصش لحد كده، انت نزلت ماتش جنوب افريقيا زي الزفت، شكلك زي الزفت، ولا بتهاجم ولا بتدافع، وتحصل الكارثه الاكبر اللي بيخش فيك جون في دقيقه 88 وتودع البطوله على ارضك وسط جماهيرك في اكبر مفاجاه موجوده وقتها. وتحصل الكارثه لرابع مره ان الجماهير بعد الماتش بتنادي على اللعيبه تعالوا اعتذروا لنا، تعالوا حتى حيونا، احنا جايين من اخر الدنيا وفي كل الظروف دي وتذكرت الحوار ده كله، تعالى على الاقل قدرني. مفيش منه، اللعيبه طالعه بتضحك، اللعيبه طالعه بتهزر وبتتجاهل الجمهور خالص. تفتكر المصايب خلصت لحد كده؟ بعد المباراه على طول يتسرب اعلان ان اللعيبه كانت عاملاه قبل البطوله ما تبدا بتعتذر للجمهور ان هم خرجوا بطريقه غير مشرفه. كان في تريزيجيه تقريبا والمحمدي ودونجا، فالاعلان ده خلى الجماهير في اقصى حاله من الغضب. وقتها قطعنا منتخب مصر وقلنا مش هنتابع منتخب مصر تاني، وفعلا ده اللي حصل. يعني انت ايه بتسجل اعلان يا معلم قبل البطوله اصلا تقول لي فين انا اسف ومش هتحجج بالتحكيم وبتاع ده؟ فانت ازاي عامل لي اعلان بتقول لي ناخد البطوله وخليكم في ظهرنا، وازاي انت عامل لي اعلان بتقول لي فيه انا اسف ومش هحجج بالتحكيم؟ هسيب لك الاعلان اسمعه اهو. بصوا ممكن نديكم حجج السنين ممكن نقول الحكام وانتوا عارفين، بس اسلم حاجه نعتذر. اسفين. تفتكر بقى في وسط كل الاحداث دي السوشيال ميديا تسكت؟ يخش الصفحات الاهلاويه والزملكاويه ويعملوا انقسام اكتر ما بين الجمهور وما بين الناس، يخلوا اللي مثلا جماهير الاهلي تشجع لعيبه الاهلي بس في المنتخب وجماهير الزمالك تشجع لعيبه الزمالك بس في المنتخب. وبعد اي ماتش منتخب مصر لو مثلا لاعب في الاهلي لاعب وحش تلاقي صفحات الزمالك بتتريق عليه والناحيه الثانيه العكس، والعكس صحيح. فتلاقي الدنيا كلها صحت على بعض، وكل دي اسباب خلتنا نبعد عن ان احنا نشجع منتخب مصر لحد ما تيجي افريقيا 21 اللي رجعتنا تاني وادتنا امل ان احنا نرجع نشجع منتخب مصر. وفعلا منتخب مصر عمل بطوله قويه. هو بدا بخساره، بعد كده طلع تاني المجموعه ولعب كوت ديفوار في دور 16 وقدر انه يكسبه، ولعب المغرب تاني وكسبها 2-1 بعد ما كنا خاسرين 1-0. وكمان في نص النهائي قدر انه يطلع الكاميرون اللي كان سامويل ايتو بيعمل اي حاجه عشان يخلي الكاميرون تاخد البطوله. وفي النهائي عملت نهائي حلو قدام منتخب السنغال وصلت ضربات الجزاء والباقي احنا عارفينه، دخل محمد عبد المنعم ضيع ودخل مهند لاشين ضيع، ونخسر بطوله افريقيا 2021. قلنا مش مشكله زي 2017 منتخب مصر هيسامحنا بكاس العالم، واللي يحصل نفس اللي حصل في افريقيا، تلعب ماتشين السنغال تكسب واحد على ارضك تخسر واحد على ارض السنغال، يوصل ضربات جزاء ويحصل لقطات الليزر الشهيره. كل الجماهير كانت زمت على محمد صلاح في الماتش بتاع افريقيا، قالت لك زي محمد صلاح يخلي نفسه اخر واحد. فمحمد صلاح سمع كلام الجمهور، دخل شوط اول ضربه جزاء ضيعها، دخل بعدها زيزو يشوط ضربه جزاء ضيعها، دخل بعد كده مصطفى محمد يشوط ضربه جزاء ضيعها، وينتهي حلم منتخب مصر في التاهل لكاس عالم 2022. ومن وقتها كانت الكسره الاكبر لكل جماهير الكره المصريه بعد افريقيا 2017. تيجي افريقيا 2023 كان معاك سكواد قوي وقلنا هناخد البطوله، بس اللي يحصل انك تلعب 3 ماتشات في المجموعات تتعادل ال3 ماتشات 2-2 مع الراس الاخضر اللي كان عامل عليك ماتش عالمي، ومع موزمبيق ومش فاكر المنتخب الثالث، وتخش دور ال16 بعد ما كنت صاعد ب3 نقط بس. قلنا مش مشكله، بدايه وحشه زي افريقيا 2017 نوصل حتى النهائي هيبقى عملنا اللي علينا، بس اللي يحصل تعمل ماتش كارثي قدام الكونغو الديمقراطيه، توصل ضربات جزاء، يخش ابو جبل يقول لك انا اللي هشوط، ياخد الكره يضيعها، وينتهي كل امال واخر خيوط الجماهير المصريه بمنتخب مصر تماما. لحد ما يجي كابتن حسام حسن يحاول يلم الدنيا شويه، بس برضه نفس المشاكل
لسه موجوده. امبارح مثلا القايمه الاعلاميه بتاعت منتخب مصر، شوف الدنيا هاجت ازاي على القايمه، وانا واحد من اللي اتكلمت على القايمه لان القايمه مش منطقيه خالص. ازاي تاخد واحد زي محمد هاني ده منتخب مصر، وازاي واحد زي مروان عطيه الراجل اصلا اللي تعبان وما نزلش ولا تمرين مع النادي الاهلي تاخده منتخب مصر، وازاي واحد زي دونجا اللي مصاب تاخده منتخب مصر، وفي ناس احسن بكتير كانت اولى انها تروح. عندك واحد زي كريم حافظ لازم كان يروح منتخب مصر، عندك واحد زي علي فوزي بتاع فيوتشر ده كان لازم يروح منتخب مصر. هتقول لي ده عنده 32 سنه، اقول لك ما واخد خالد صبحي اللي عنده 31 سنه واللي دكه في المصري واخده منتخب مصر. فيها علامات استفهام كتيره على منتخب مصر الفتره الجايه، بس برضه هنفضل نشجع منتخب مصر. بس احنا ما بلاش نتفرج على منتخب مصر على اي ماتش، بقينا مستنيين الماتشات المهمه بس نتفرج عليه في افريقيا بلا شك. بس انا عايز اقول لكم ان احنا كلنا لازم نبقى ورا منتخب مصر في اي ماتش هو مهم لمنتخب مصر، فلازم نرجع تاني نشجع منتخب مصر ولازم نبقى في ظهر منتخب مصر عشان ده الحاجه الوحيده اللي بتجمعنا، بعيد عن اي تعصب، بعيد عن اي حاجه. ما تخليش الصفحات والسوشيال ميديا تبعدك عن تشجيع منتخب مصر، لان دي احلى حاجه في حياه البني ادم ان هو يشجع منتخب بلده، ان يشوف منتخب بلده بيكسب حتى لو ماتش ودي. احنا شفنا مثلا في 2017 لما لعبنا ماتش ودي قدام البرتغال، ولا لعبنا ماتش ودي قدام بلجيكا وكسبنا بلجيكا، وقدام البرتغال خسرت في اخر دقيقه، وفاكرين مدحت شلبي. شوف الغل بتاع كريستيانو. فاحنا كنا بنشجع منتخب مصر على اي حاجه، فما تخليش اي حاجه تبعدك عن تشجيع منتخب مصر. كلنا واحد، كلنا ايدينا في ايدين بعض، نشجع منتخب مصر وفي ظهر منتخب مصر ان شاء الله. وانا اسف لو طولت عليك، اتمنى تبقى عجبتك الحلقه وقدرت اسرد لك كل الاسباب اللي خلتنا نبعد عن تشجيع منتخب مصر، وعرفت ارجع لك شويه ذكريات. فسلام عليكم.